السلام عليكم. الشنطه دي يا بنات فيها كل التحويشه بتاعتي، تمام؟ وعلشان ما حدش يضحك عليكي فركزي في كل كلمه هقولك عليها. الشنطه دي فيها ايه؟ صدر وحنه ومشاط، انواع مضروبه ومغشوشه والانواع الاصليه. انا بجرب ليا 6 شهور، 6 شهور اللهم بارك. النتيجه فوق فوق الخياليه. الناس بقى اللي بتقول انا بحط الصدر ووحش للشعر وبينشف الشعر ومش عارفه بيعمل ايه، الحنه لا ما حدش يعملها، علشان انتي بتاخدي حاجات مضروبه. انا بكلمك كده بناء عن تجربه لان انا جربت زيك برضه. المهم ده الصدر بتاع العطاره اللي اول ما تفتحيه هتعطسي. ريحته قلبه الحنه شويه. لو ركزتوا كده في الكيس هتلاقوا ان كله شوائب. يعني هو مطحون اساسا بالشوائب بتاعته، غير ان هو مغشوش. يعني داخل فيه حنه، معرفش، خلي دي على جنب دلوقتي لان انا اعتذر اخي في الله. تمام. بصوا بقى كده، اهو مجرد ما تفتحيه ده كيلو. انا يعني لما اتشجع بقى انا عايزه اشتغل صدر وكده، فلقيت ده بقى ارخص من اللي انا كنت بجيبه الاول. فقلت هاتي ده، يعني كيلو كيلو لا بالسعر ده، لا هاتي. فانا جبت كيلو. هي اول ما فتحت الكيس اصلا قسما بالله ما استخدمته، مش هستخدمه، ده هيترمي. ليه؟ لانه كله شوائب وفي الاساس شكله مخلوط، لان مجرد ما فتحته عطست. تمام. وريحته مش ريحه الصدر اللي انا متعوده عليه. خلاص. خليني احطه لكم كده في كوبايه عشان تشوفوا الفرق بين اللون بتاعه بين النعومه بتاعته. شايفين اهو؟ ده بتاع العطاره، اللي اي حد يقول لك شعري خشب، شعري مش عارفه يتقصف، شعر نشف، شعري بقى متشابك من ده، لان هو مضروب، هو طبيعي يعمل كده. اما الصدر الاصلي عن تجربه، انت اصلا لو جربتي مستحيل تستغني عن ماسك الصدر للشعر، مش للشعر بس، ده كمان للبشره. يعني انا بحط شويه كده على ايدي واقوم مرغياهم قوي كده وادعك بيهم بشرتي بحركات دائريه، بيتحول كده زي ماده كريميه او صابون في ايديكي. اما المغشوش لا. فده تقريبا مخلوط له حنه او حاجه، ريحته نفاذه شويه، كله شوائب زي ما انتم شايفين. بصي عامله ازاي اهو. ده يا بنات بتاع العطاره، فاللي عايز يعمل حاجه صح ويلاقي نتيجه بفضل الله من اول مره ما نشتريهوش. كفايه. تمام. بصوا لي كده بين الاتنين الاول. بصوا لي بين الاتنين. ده اللي هو بدون شوائب، ناعم برضو ما قلتش حاجه. سعره طبعا اغلى من ده البايظ ده ما حدش يجيبه. ده وحش، ده المصري. هل ده وحش؟ هقول لك لا مش وحش، ولكن مش هيديكي النتيجه السريعه. مش هيديكي النتيجه السريعه. ولكن بيعمل فوم، بيعمل بيتضاعف حجمه لما تيجي تضربيه وكل حاجه وزي الفل. ولكن نتيجه سريعه لا. خلاص يبقى ده المصري. وده بتاع العطاره، الله اعلم من الماركه بتاعته ايه، اكيد فرق اللون واضح. فرق اللون واضح. خلص بصراحه، استرخصت فجبت دول ورجعت اللي كنت بستخدمه تاني. بصوا لون. ده الصدر الاصلي، وعشان هي تستحق كل الدعم، كل الدعم. ده من ماركه ريفال اللي هي بتعمل لي الزيوت اللي انا بستخدمها للماسكات بتاعه الحنه والمشاط والحاجات دي. تمام. انا كنت الاول مستغليه بصراحه، فلقيت ان ده يا ربي، طب هي اساسا بتبيع لي السعر يعني ليه بالسعر ده لما هو مثلا الكيلو كذا والكيلو كذا؟ فلما جربت ابو كذا وكذا دي، باين البرطمان؟ لا مش باين اهو. اهو البرطمان يا دوبك اخدت منه انا وسلمى مرتين ثلاثه واتركن خلاص. ورجعت لريفال مره تانية. ليه بقى؟ بصوا لي على اللون اهو. ده الاصلي. ده الصدر الاصلي. بصوا ده المصري وده الاصلي. خلاص. وده المضروب. شايفين كام نوع صدر في السوق اهو. ده تحسيه ريحه اعشاب حلوه قوي، لونه اخضر كده صريح، اخضر مش اخضر باهت، شايفه؟ مش اخضر باهت، اخضر صريح. شايفه؟ تحسي ده اخضر مطرب او اخضر باهت، اما ده لا. بصوا تحفه ازاي اهو. شايفين الخضار بتاعه وريحته جميله، لا تعطسي ولا اي حاجه، ريحه صدر. ريحه اعشاب حلوه قوي قوي قوي. ده ايه؟ هل هو مصري او مستورد؟ مدام رحاب ربنا يجازيها كل خير. مش بتشتغل غير في المستورد. تمام. يعني كل حاجه اللي انا بس بجيبها من عندها اذا كانت زيوت، يعني حد يقول لي روح اجيب زيوت من العطاره، مش هتديكي النتيجه. طب انت يا امل اكيد شعرك زي شعر لومه وكده، كان زيها، وربنا يسامح اللي بهدل لي شعري. انا ليا 6 شهور بحاول ارجعه زي ما كان وبفضل الله والحمد لله. بشكر جدا مدام رحاب. يعني انت طبعا احلى حاجه فيها ان هي بتسمعك وتسمع مشكلتك وتصوري لها شعرك وكده، وهي تعمل لك النظام اللي انت تمشي عليه. فانا بفضل الله شعري طول، مفيش تساقط، مفيش قشره، شعري رجع ناعم مره تانية بعد ما كان حرفيا متدمر. ابقى اطلع احكي لكم بقى عشان دي قصه طويله. المهم ده يا بنات صدر المدينه الاصلي درجه اولى، وده بيكون مستورد. ده بقى بينظف الفروه جدا جدا وبيقوي الجدر بتاع الفروه عن تجربه. تحس شعرك بعد الماسك اللهم بارك كده باروكه تبارك الله. وبيساعد كمان جدا على التكثيف والانبات، وكمان بيقلل الحكه او الهرش لو عندك قشره كتيره، وكمان بيقلل ظهور القشره جدا في شعرك لو انت من النوعيه دي. وده كمان بعمله غسول لوشي، باخد منه حبه صغيرين هوريكم دلوقتي، وبشويه ميه صغيرين وافركه كده بين ايديا، وده يبين لك ان ده الصدر الاصلي اللي هو نظيف بدون اي شوائب بدون اي اضافات تانية. حبه كده صغيرين
وحبه صغيرين. واصل الصدر يا بنات الماسك عشان يكون ناعم على شعرك، ما يكونش فيه شوائب، وفي نفس الوقت يا ربي يا اما في الخلاط، استنى احط شويه ميه صغنطتين، يا اما في المضرب الكهربائي. بص الصدر الاصلي، شايفين الصدر الاصلي بيعمل ايه؟ ماده كريميه، صابون في ايديك بيتحول لصابون، ولما يتضرب في الخلاط او يتضرب بالمضرب الكهربائي يبقى عامل كده زي الكريم شانتيه فوم، كانه شامبو كده تقيل تحت ايديك. شايفين ده الصدر الاصلي، شايفه يتحول لماده صابونيه. والله حرام اغسل بيهم وشي. هنشوف المشاط بتاعنا. تمام، هجيب برده كده علبتين. تمام، ده النوع اللي هو العادي، بس مرتين ولا حاجه واخليه افتح كيس كيس كده. تمام، بصوا بقى على المشاط، بصوا اللون الاصلي من اللون التاني. تمام، ريحته قسما بالله تحفه. اول ما هتفتحي، الله يبارك لك يا مدام رحاب، احلى اخصائيه في الدنيا، الله يبارك لك الله يبارك لك. ريحته قسما بالله خطيره. دي يا بنات بتبقى 11 عشبه او 15 عشبه، مش متذكره بالظبط، بتبقى اعشاب. دي يا بنات مشاط سعودي، مشاط سعودي يعني جاي من السعوديه، معمول كده، هم بيعملوا خلطه اعشاب معينه وبتبقى بالشكل ده، ريحته حلوه قوي. طيب هو ده نفس المشاط برضو، بس ده ريحته خفيفه، ده يديني نتيجه اسرع، ده اداني نتيجه اسرع، اما ده اداني نتيجه ابطا. تمام، يبقى ده اداني نتيجه اسرع. الاثنين مشاط، الاثنين نضاف اهو، يعني دول على الملمس اللي يقول لك المشاط الاصلي. هنا ده العادي الملمس خشن، الملمس خشن. تمام، طيب هنا الملمس بودر، بودر كانك ماسكه مثلا شويه نشا كده في ايديكي. بصي عامل ازاي، تبارك الله، تحفه تحفه تحفه. الريحه ريحته خطيره، الريحه الاصلي ريحته حلوه قوي. ده سعودي زي ما قلت لك، مشاط سعودي، اما ده العادي. تمام، بصي عامل ازاي خشن، الريحه هنا قويه جدا، النتيجه هنا ما شاء الله اسرع. تمام، ده بالنسبه للمشاط. وبالنسبه للمشاط في منه نوعين، نوع مشاط احمر ونوع كمان بني. الاحمر بلاش اللي هم شعرهم قشقش، هتستخدمي اللي هو البني. تمام كده، تعرفيه زي ما قلت لك من الريحه والملمس بتاعه ما شاء الله، النتيجه اللي انت هتشوفيها السريعه بعد كده. ده مشاط سعودي اصلي، ده يا بنات بيكثف الشعر وبيطول الشعر، ومعظم السعوديات بيستخدموه. وده كمان انبات وكثافه الشعر بس بطريقه سريعه، يعني اسرع حاجه ممكن تنبت لك الشعر وتطول الشعر هو المشاط. وبيقلل كمان جدا جدا التساقط، وبينظف الفروه بطريقه فظيعه من القشره وكمان الدهون، وبيخلي ريحه شعرك حلوه من الاعشاب اللي موجوده فيه. تحسي كده على بعد ما تغسليه ان شعرك 3 4 ايام لقدام ريحته جميله ومترطب كده، والهيشان بتاعه نزل كده لتحت، وبيدي لمعه، خصوصا بشوفها قوي في شعر لومه، بيدي لمعه للشعر خطيره، بيدي لمعه للشعر يا بنات غير عاديه. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين انواع الصدر اللي موجوده وبين كمان انواع المشاط. وتعالوا بقى خشوا لي على الحنه. الحنه بتبوظ الشعر، بتكسر الشعر، عملتها ومش هكررها تاني. ليه عملتيها؟ لان انت اكيد استخدمتي النوعيه دي، صح؟ اهي دي الحنه العاديه اللي كلنا بنروح نشتريها للشعر اهي. شايفين لونها ايه؟ ركزوا ركزوا ركزوا. تمام، ركزوا عشان الحنه دي يا بنات انواع. عايزه حاجه ترطب شعرك، تطول شعرك، تخلي حرفيا اللهم بارك شعرك يتحول من شعر خفيف، وده انا بتكلم عن 6 شهور تجربه، مش كلام وخلاص، وتحسي ان شعرك فعلا بدا ينبت من اول وجديد، يبقى باروكه كده، تستخدمي الحاجه صح. تمام، هجيب لكم بقى الحنه اللي انا شعري طلع عليها والحمد لله ما جربتش حاجه مضروبه. بصوا كده، شايفين فرق اللون؟ والنبي دول خساره، لا اله الا الله، دول خساره حرام. بقى تبصوا لي الفرق بين الحنه دي حنه ودي حنه، قسما بالله دي حنه ودي حنه اهي، دي حنه ودي حنه اهي. لكن ايه النوع اللي انت بتستخدميه على شعرك؟ ايه النوع اللي هو انت عايزه يجيب نتيجه، مش بتحطي حاجه تاذي شعرك. شايفين الحنه هنا عامله ازاي؟ تبارك الله ما شاء الله. بصوا هنا الحنه عامله ازاي، بصوا هنا لون الحنه اساسا ناعمه، ما فيش اي مشكله ناعمه، ولكن بصوا لونها عامل ازاي. طيب نسيب بقى دي خالص، ما لناش علاقه بيها، اللي ماليه للون دي او فيها شوائب مثلا، هتلاقوا حنه شبه الصدر كده برضو فيها شوائب وحاجات زي كده، بس لونها مثلا ايه اغمق شويه. خلاص، دي حنه مغربي، ودي افضل انواع الحنه عن تجربه. تمام، دي حنه ايه؟ الحنه انواع كتير. مدام رحاب كانت قايله لي ان انضف واحسن حاجه تجيب معاكي نتيجه وانت كمان مستعجله هي الحنه المغربي، وخديها وتدعي لي. تحفه بمعنى كلمه تحفه، دي حل متكامل لترميم الشعر ونعومته، بيعالج التقصف، بيخلي شعرك كده طري ما شاء الله، عكس الحنه العاديه خالص. بيقوي جدا كمان الوصلات بتاعه الشعر بين الجذور، وبيملى الفراغات، بتملى الفراغات بتاعه الشعر، ما فيهاش اي شوائب وناعمه زي ما انت شايفه كده. تحطيها على شعرك، وفي ناس تقول لك انا بستخدم ماسك بعد الحنه علشان شعري نشف، لا مش هتحتاجي، لان هي اصلا فيها زيوت طبيعيه، فيها زيوت طبيعيه، فانت بتغسليها بمنتهى السهوله، مش هتلاقيها كلبشت في الشعر، مش هتلاقيها بتقصف شعرك وانت بتغسليها، ناعمه جدا. وبفضل الله كل ماسك هعمله، انا كنت مهتميه بقى الفتره اللي فاتت، عايزه ارجع شعري زي ما كان بعد ما اتبهدل.
الفتره اللي جايه بقى ههتم شويه بشعر اللومه، لان انا سبتها بصراحه الفتره دي كلها، فكل ماسك هعمله، كل روتين هعمله اللومه ان شاء الله انزله معاكم. في ماسكات كتيره قوي. الشعر يا بنات مش وراثه ولا جينات ولا اي حاجه، الشعر اهتمام وروتين انت بتمشي عليه. روتين اطاله، انبات وتساقط، تطريه كده للشعر مثلا، نعومه للشعر، مش عارفه، قشره، كل حاجه. هو روتين كده كامل متكامل بيديكي النتيجه في الاخر. خلاص كده، فاتمنى اكون رديت على كل اسئلتكم بالنسبه اهل المشاط. وادي كمان الحنه وانواعها، ودي كمان الصدر وانواعه اهو. وده الصدر وانواعه. ناخد الحلوه دي عشان انا ايه، ارجعها في علبتي مره تانية. خلاص زي الفل كده. خلاص الفيديو خلص. عايزه تجيبي، قسما بالله هي تستحق كل كلمه انا بقولها من مدام رحاب. يكفي بس ان هي حد خلوق جدا بيستحملنا في اي سؤال احنا بنساله، وبيديني العلاج ايا كان انا هجيبه من عندها ولا هجيب من بره ولا هعمل ايه، بس انا ثقه مش بجيب غير من عندها. اذا كانت الاعشاب بتاعتي او حتى الزيوت. زيت التصفيف اللي هو بسرح بيه شعري كل يوم، ده زيت طبيعي تبارك الله على ريحته. زيت القشره لسلمى جبته قسما بالله برضو من عندها. ايه تاني اللهم ذكرني، ايه تاني يا بت انجزي، الانبات والتساقط، الناس اللي عندها تساقط، الناس اللي عايزه شعرها يطول بسرعه، برضو قالت لي على نظام بالديرما، ان شاء الله هعمله سلمى قريب واوريكم نوع الزيت اللي انا بستخدمه، والجلسه من اولها لاخرها اللي بتتعمل في بيوتي سنتر بسعر قد كده. وبكده خلاص الفيديو خلص. اتمنى اكون رديت على كل اسئلتكم. واللي محتاج رقم مدام رحاب يكتب لي في التعليقات وهسيبه له عينيا، وهسيب لكم لينك البيج بتاعها. خشوا على ضمانتي اسالوها عن اي حاجه، نوع شعركم، المشكله اللي عندكم، وخدوا كلمتها ثقه، وده عن تجربه انا بدعي لها قسما بالله من كل قلبي. وبكده خلاص الفيديو خلص. مع السلامه اخواتي في الله.